هو علشان الراجل حاول بس يقف جنبها في موقف صعب هي بتمر بيه. خلاص افتكرت ان هو بيحبها وراحت تحكي لخالها عنه، ومتخيله كمان انه خلاص هيتقدم لها. هي عبيطه ولا ايه؟ لا، هي مش عبيطه، هي تروماتايزد. اللي بيحصل ان الانسان وسبيشالي البنات لما هي بتخرج من بيت بابا وماما كانوا دايما بيزعقوا وبينقضوها تحت شعار بنعمل كده عشان نربيكي وبنحبك، اختها بتغير منها وهي اللي فركشت لها الجوازه بتاعتها، وفجاه يجي راجل بيحاول يقف جنبها، لقى ان اهلها عندها مشكله ومش لاقيه مكان تبات فيه، قال لها تعالي وتفضلي في البيت وهديكي موبايل تعملي منه مكالمات لغايه لما نجيب لك موبايل، وهجيب لك لبس. دي مساعدات انسانيه منه، بيحاول ان هو بس يساعدها. طبعا هي مش هتفهم ده ليه، لان هي عمرها في حياتها ما حد عمل كده معاها. ده اكشلي اكبر اشكال الحب اللي هي ممكن تكون مرت بيها في حياتها. فايه اللي بيحصل؟ بتبدا على طول تفهم الحاجات غلط، بتبدا على طول تتخيل بقى ايه ده اكيد بيحبني عشان يعمل كل ده عشاني، وخلاص بتروح تحجز الميك اب ارتست، الموضوع انتهى. علشان كده هفضل اقول لكم، بدل احنا خرجنا من بيت كان في مشاكل بيننا وبين اهلنا، لازم نشتغل على نفسنا ولازم نتشافى. لان اللي احنا شايفينه في المسلسل ده بيوقع البنات في جزء معين. لا اما تبقى شخصيه تعلقيه وبتفهم الناس غلط، مجرد ما حد بس يحاول يساعدها تبدا ترتبط بيه وتغير عليه، وحتى لو قرر يرتبط بيها بتبقى علاقه غير صحيه بالمره. لا اما بتقع مع شخص بيلقط ده فيها، وممكن يكون شخص مش كويس، اول فتره بيعمل انه كويس وبعد كده بيبدا يستغلها. في الحالتين بتبقى علاقاتنا علاقات غير صحيه، لغايه لما نشتغل على نفسنا، نتشافى من الماضي، فيبدا يبقى اللي جاي احلى من اللي فات.